أنا ابني أو بنتي مع أصحابه في المدرسة، وهو عايش في المدرسة. بس أنا ابني عنده انتباه وتركيزه قليل شوية، عنده مشكلة في فرط الحركة وفي تشتت الانتباه. طيب أنا عايز أعرف هو في المدرسة بيعمل إيه اللي حاصل جوه المدرسة. طيب أنا بسأله إيه أخبار المدرسة، يومك عامل إيه؟ طبعا هو قاعد هناك 7 ساعات، 7 8 ساعات جوه المدرسة عشان نطلع نسأله السؤال العام بتاع المدرسة عامل ايه، هتطلع كلها اوكي الحمد لله. ممكن يقول كلمتين حصلت، الحاجة اللي فاكرها ان هو يقولها. لكن احنا ممكن نبقى برضو ان احنا ناخد اسئلة بطريقة اكتر قرب من ابننا. فهنقول له مثلا ايه اخطر حاجة the best thing that happened at school today، إيه النهاردة اللي حصل النهاردة كان حلو وجميل جدا. طب ايه اللي ضحكك، ايه الحاجة اللي انت ضحكتك، في حاجة ضحكتك النهاردة، ايه اكتر حاجة ضحكتك. طيب هو مين اللي قاعد جنبك في الفصل، مين اللي كان جنبك في الفصل وقاعد جنبك. طيب ايه اكتر حاجة خلتكم مبسوطين في اليوم، ايه الحاجة دي اليوم بتاعكم كان مبسوط فيه. ايه اللي انت حبيت تلعب بيه مع حد من اصحابك في وقت البريك او في وقت الريسس، انت لعبت مع مين في وقت الريسس ده وعملتوا ايه. طيب انت المدرسة بتاعتك قالت لك النهاردة على ايه، اكتر حاجة المدرسة قالتها ليك عنك النهاردة. طيب ايه اكتر funniest person in your class، مين اكتر حد في كلاسك بيبقى بيخليكوا تضحكوا كلكوا جوه الفصل، مين. طيب ايه اكتر حاجة عجبتك جدا جوه الفصل وقت اللانش بريك، وقت اللانش بريك كان عندك ايه فيه، ايه اللي انت عملته فيه. كل دي شوية شوية من الاسئلة اللي تقربني اكتر واكتر منه ويستفاد من كلامي.